طيب ادي المبكبكه اللي بالجمبري الزفره من بهيج، ودي بقى الفراخ البروست المدمر اللي بتتف من كرم الشام، واخر حاجه بقى معانا الكشري اللي بالمانجا اللي طلع بدل المانجا فيه قرع عسل. ودول تقريبا اشهر 3 وجبات مثيرين للجدل الفتره اللي فاتت. وخلينا بقى نبدا اول حاجه بالمبكبكه بتاعت بهيج. والمبكبكه دي اتقال عليها انها زفره، والمكرونه بتاعتها من اول ما اتاكلت اتفت في الفيديو. المبكبكه دي طعمها فظيع، شبه اول مره جربتها فيه. نجرب كده طب الجمبري بتاعهم. فعاش والله يا عم عادل. لو انت كانت الكواليتي بتاعت المكان قلت وانت عدلتها فدي حاجه كويسه. نركن بقى كل ده على جنب، وخلينا بقى نخش على وجبه البروست من كرم الشام. نشوف بقى نظافه الفراخ من قلبها. تصدقوا صح في مشكله، يعني ما اعرفش تاخدوا بالكم ولا لا، بس في شويه دم لازق في العظم. يعني بصوا الفراخ من قلبها لونها عامل ازاي. لا طبعا على جنب دلوقتي. ونخش بقى على اخر حاجه معانا، وهو الكشري ابو مانجا من بلبن. وده كده بقى الشكل بتاعه. في الفيديو كان التعليق ان الكنافه كانت متلجه، لكن اللي استغربته في الفيديو ان هو قال ان ده قرع عسل مش مانجا. دي مانجا حقيقيه مش قرع عسل.